الإنسان والكمبيوتر كل واحد فيهم بيتكلم لغة مختلفة تماماً. لغتنا إحنا فيها كلمات ومشاعر وخيال، لكن لغة الكمبيوتر هي عالم تاني خالص، عالم الأرقام والمنطق وبس. العلماء لما بدأوا يفكروا في المشكلة دي، أول حل جه في بالهم كان بسيط قوي ومنطقي جدا. قالوا إيه؟ بسيطة، هنجيب القاموس كله وكل كلمة فيه هنديها رقم مميز وخلاص. يعني مثلا لو عندنا جملة زي الولد يلعب في الحديقة، هتتحول لشوية أرقام ورا بعض. الولد تبقى رقم 1، يلعب تبقى 2، في تبقى 3، الحديقة 4. يعني الجملة بقت 1 2 3 4. سهلة اهي، وتباني إنها فكرة تمام، صح؟ المشكلة بقى إن الكمبيوتر في الحقيقة ما فهمش أي حاجة خالص. هو كل اللي عمله إنه شال الكلمة وحط مكانها رقم. يعني هو مش شايف أي علاقة بين كلمة ولد اللي هي رقم 1 وكلمة بنت اللي ممكن تكون واخده رقم 500 مثلا، ولا فاهم إن يلعب ويجري دي أفعال شبه بعض. الأرقام دي كانت عاملة زي بطاقات تعريفية كده، مجرد ليبلز من غير روح. وهنا بقى العلماء أدركوا أنهم محتاجين حل أذكى من كده بكتير، حل يخلي الكمبيوتر مش بس يشوف الرقم، لأ، ده يخليه يحس بمعنى الكلمة نفسها.